صباح الخير يا جماعة الخير. النهاردة طلعنا بدري رحلتنا عشان نلحق نزور الأماكن الكثيرة اللي موجودة في سوهاج، وكمان يبقى فيه وقت للناس اللي عايزة تاخد جولة حرة في البلد وتلف فيها. احنا معاكم لحد آخر اليوم إن شاء الله. أي حد عايز أي حاجة معانا الأستاذ محمود، هو المشرف بتاع الرحلة بتاعتنا. صباح الخير يا جماعة، معاكم أستاذ محمود المرشد السياحي. إن شاء الله هنعمل النهاردة جولة سريعة لأغلب المزارات السياحية والأثرية اللي موجودة في سوهاج، وإن شاء الله بعد الظهر هيكون في فترة راحة ننزل فيها للغدا، وكمان هنروح في آخر اليوم جولة حرة للي عايز يلف في المحافظة. محافظة سوهاج محافظة صغيرة وظريفة خفيفة، ومحافظة عريقة جدا ليها تاريخ كبير جدا في الفترة الفرعونية والفترة البطلمية وكمان في الفترة الإسلامية. اتفضلوا يا جماعة الأتوبيس عشان نبدأ الجولة السياحية بتاعتنا بدري. تعتبر محافظة سوهاج في مصر واحدة من المحافظات الغنية بالتراث الثقافي والتاريخي، وتحتوي على العديد من المواقع السياحية والأثرية اللي بتجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم. أول حاجة وأهم حاجة هنزورها النهاردة معبد أبيدوس، وبيسمى اسم تاني اسمه معبد سيتي الأول. هو واحد من أهم المعابد في مصر القديمة، ويقع في مدينة البلينة بمحافظة سوهاج. تم بناء المعبد خلال فترة حكم الأسرة 19، ويشتهر بنقوشه البارزة التي تصور ملوك مصر القديمة ومشاهد دينية. زي ما انتم شايفين المعبد قد ايه من برا فخم، وغير من جوه هندخل نشوف الأعمدة بتاعته الضخمة والسقف بتاعه العظيم قد ايه يتميز بالأنقوش البارزة اللي موجودة عليه، بتحكي أعظم القصص التاريخية والأساطير الفرعونية اللي موجودة. أهم حاجة فيها قصة الأسطورية الخاصة بإيزيس وأوزوريس. تاني مكان هنزوره النهاردة هو معبد الأزوريون، هو قريب من معبد أبيدوس في مدينة البليانة. المكان مكتشف حديثا، احنا نقدر نشوفه من برا وما نقدرش ندخل غير بظروف معينة، حيث انه مكتشف حديثا ولسه تحت الترميم وإعداده للزيارات السياحية، لكن ممكن زيارته بشروط معينة من وزارة. ثالث منطقة هنزورها النهاردة منطقة الحوابيش الأثرية. تقع هذه المنطقة في مركز أخميم محافظة سوهاج، تضم مجموعة من المقابر والمواقع الأثرية التي تعود إلى العصر الفرعوني والبطلمي، وتحتوي على العديد من النقوش والزخارف الفريدة. وتعتبر جبانة الحواويش من أبرز المواقع الأثرية بسوهاج، حيث تقع الحواويش على بعد حوالي 10 كيلومتر شرق سوهاج، وحوالي 7 كيلومتر من مدينة أخميم التي كانت بمثابة جبانة رئيسية لها خلال الدولة القديمة. تحتوي جبانة الحواويش على أكثر من 800 مقبرة تعود إلى عصر الدولة القديمة وعصر الانتقال الأول، وما زالت تحتفظ بما يقرب من 60 مقبرة ببعض النقوش والمناظر الجنائزية وتقديم القرابين والحياة اليومية والرقص والصيد والزراعة في أخميم القديمة، بينما 5 مقابر منها محفوظة بشكل جيد للغاية. من ضمن كمان المناطق اللي هنزورها بسرعة مدينة سوهاج القديمة اللي هي مدينة أخميم، وهي تعتبر من أقدم المدن في محافظة سوهاج. فيها العديد من المعابد والمواقع الأثرية، أهم حاجة فيه ميريت أمون اللي بيعد أحد أكبر التماثيل اللي تم اكتشافها في مصر. وخامس موقع أثري هنزوره النهاردة هو دير الأنبا شنودة الأثري في سوهاج، هو معروف بالدير الأبيض، ويرجع بناؤه إلى القرن الرابع الميلادي، وسمي بالدير الأبيض نسبة إلى لون الحجارة المستخدمة في بنائه، وينسب اسمه إلى الأنبا شنودة رئيس المتوحدين في الكنيسة الأرثوذكسية. أسس الدير الأنبا شنودة رئيس المتوحدين على أنقاض مدينة فرعونية، واستخدم الحجر الجيري في إنشائه، ومن ثم عرف بالدير الأبيض. بعد كده هنزور دير الأنبا بشاي والأنبا بيجول الشهير بالدير الأحمر غرب محافظة سوهاج. هو يبعد تقريبا 12 كيلومتر من المحافظة في منطقة جبلية، ويبعد عن دير الأنبا شنودة اللي احنا زرناه اللي هو الدير الأبيض حوالي 4 كيلومتر.
وتم بناؤه في القرن الرابع الميلادي. وجميع أسطح وحوائط الدير مغطاة بالرسومات التي يتضح من خلالها عظمة الفن القبطي في ذلك الوقت. ودلوقتي هنبدأ جولتنا في زيارة المساجد الأثرية اللي موجودة في سوهاج. أول واحد هنزوره هو مسجد الأمير حسن. يعد هذا المسجد من المعالم الأثرية البارزة في محافظة سوهاج، ويقع في مدينة سوهاج. يتميز بتصميمه المعماري الجميل ومئذنته العالية التي تعتبر من معالم المدينة. وتاني مسجد هنزوره مسجد العارف بالله، واحد من أهم المساجد الإسلامية في محافظة سوهاج. يرجع تاريخه إلى القرن الثامن الهجري، وقد أعيد بناؤه في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1968، وتم تجديده عام 1993. مسجد العارف بيكون في وسط مدينة سوهاج، ويعتبر من أهم المزارات الإسلامية اللي الناس بتجيلها من كل مكان في سوهاج، خصوصا وقت مولد سيد العارف. ومن أشهر المزارات الإسلامية الحديثة اللي موجودة في سوهاج هو مسجد بصونة. هو مسجد حديث بني في العصر الحديث اللي احنا فيه دلوقتي، موجود في قرية بصونة مركز المراغة في محافظة سوهاج. بيتميز بموقعه وتصميمه المعماري الفريد، حيث يتميز المسجد بتصميمه الإسلامي التقليدي الذي يعكس الطراز المعماري للعصور القديمة في مصر مع مئذنته العالية وقبابه الجميلة. وآخر موقع النهاردة هنزوره هو متحف سوهاج القومي. يقع المتحف في مدينة سوهاج نفسها في الجانب الشرقي من المحافظة. فيه مجموعة من القطع الأثرية اللي بتعود لمختلف العصور التاريخية، بدءا من العصور الفرعونية مرورا بالعصرين اليوناني والروماني، وحتى العصرين القبطي والإسلامي. ويعرض المتحف تحف النادر. كده خلصنا الجولة السياحية بتاعتنا. ممكن حضراتكم تتفضلوا ساعتين تقدروا تلفوا في المكان اللي انتوا عايزينه في سوهاج، ولو عايزين أي مساعدة للمكان اللي انتوا عايزين تروحوا أنا تحت أمركم. متشكرين جوي يا أستاذ شوقي على الرحلة الجميلة دي، أنا حبيتها جوي جوي جوي. أي خدمة يا صوصة، لو عايزين تروحوا في أي حتة تاني أنا تحت أمركم. أماكن السياحية في مصر كتيرة كتيرة. تعبناك يا أستاذ شوقي، كتر خيرك، اليوم كان جميل جميل. ونرجع تاني يا أصحابي للبيت ونشوف هنعمل إيه في الكنز اللي صوصة ولقته. ويا ريت كل اللي يشوف الفيديو يدينا لايك ويكتب لنا تعليق إذا كان الفيديو عجبه ولا لأ.